كمشجع مدريدي كوناتي خلاني قاعد بتفرج وانا متضايق على حفلة الاجوان بتاعت انجلترا وفرنسا، لان في كرة الهدف الاول إيه اللي يمنع هنا ديكلان رايس ان هو يباصي لتوني ويوديه انفراد؟ المفروض ان كوناتي يتحرك يقفل عليه زاوية التمرير والتسديد، ولكن كوناتي وقف في مكان غريب جدا، سابه يشوط ويجيب جون عادي. وفي الجون التاني ضربة ركنية هتلاقيه واقف ماسك الراجل حضنه، ولا ليه علاقة باللي بيحصل في الركنية ولا ليه علاقة بالكورة، وتيجي جون برضه. في الجون التالت الكرة كانت مع فرنسا وبقت مرتدة على فرنسا، هتلاقيه واقف يتفرج والكرة راجعة، بدل ما يروح يقطع طريق الكورة يحاول يضغط عليها، لا الراجل واقف ومفيش ردة فعل أصلا. وبص كده على زائير إيمري فين، علشان هوريك هيبقى فين كمان شوية. وبص بقى المعلم كوناتي، الناس كلها بتجري واللي بيلحق واللي عايز يدافع هو مالوش دعوة، هو ماشي بيتمشى في نص الملعب وربنا معاك يا رجالة. والكرة وصلت لمانيان واتشاطت واتصدت واتشاطت ورجعت، وزائير إيمري رجع زي ما انت شايف، ولسه كوناتي جاي من هناك. الحمد لله على السلامة يا راجل الجونجي. الجون الرابع بقى نسخة من الجون الأول، هتلاقي إن لاكروا اتسحب مع مهاجم إنجلترا، وبالتالي اتخنقت مساحة في قلب الدفاع، الطبيعي إن كوناتي يحاول يغطيها، خصوصا إن أصلا كل ده بيحصل وكوناتي شايفه. بس طبعا الكلام ده هينطبق على مدافع واعي باللي بيحصل، وكمان جوستو بيحاول يعمل التغطية العكسية في ظهره مع إيفان توني، فكان طبيعي ان هو يضم اكتر لقلب الملعب، ولو كان اتحرك فعلا وقفل العمق التمريره دي ما كانتش هتعدي اصلا. الله يكون في عون مورينيو مع كوناتي اللي المفروض جاي كصفقه لانقاذ دفاع ريال مدريد في الموسم الجديد. كان معاك محمد ممدوح، وما تنساش اللايك والفولو.